السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ انا جيت بقى اوريكم الركن بتاع كارما اللي هي بتعمل فيه الاكل. بصوا معاها خيار وعماله تقطع وتقلب على البوتاجاز. بصوا وتغطي الحله. ايه يا كارما عامله ايه؟ الحمد لله. صباح الخير. عامله ايه؟ بتعملي لنا اكل ايه النهارده؟ هعمل لكم بيتزا وهعمل لكم حاجات جميلة. بيتزا؟ اوه، اول يوم في الاجازه النهارده. اه. هتعيشي مع تيتا؟ اه. ايه رايك في القعده مع تيتا؟ شفتوا المقشة والجاروف؟ الله، بصوا عندها مقشة وجاروف وعاملة ضوافر. بصوا فين الجاروف، فين المساحة. اهي. عندها مساحة ومقشة وجاروف، شايفين؟ وعندها نشابة اللي هي النشابة بتاعت الصلصال اهي. وطبعا الاطباق بتاعتها. بصوا، عندي بصوا درج عملت وحاطة ايه فيها لما احنا لغينا بطاطس. فكرة علبة الكبريت وعملناها في البطرمان. هي حاطة ال- عندي بصوا عندي عملت كتب. عندي وريهم كراريس الكتب اللي كتب. انت عاملاها للعرايس الصغننة. جات اهي. لها فكرة جميلة قوي، انها بصوا تعمل الورق وتتنيه كده صغير، بس ما كانش ملزوق. انا عملته لها بدبوس وقلت لها كأني ده الدبوس دبوس اهو. من الدباسة. بصوا شايفين؟ بس الضوافر يا كارما كبيرة على سنك قوي. اخلعي يا كارما، الضوافر دي مش بتاعتك. ما ينفعش الطفلة الجميلة الصغننة تركب ضوافر الناس الكبيرة، صح؟ بصوا عملت بقى فكرة حلوة قوي عجبتني. ورينا يا كارما الكومودينو كده. اهو. الكومودينو اللي هي حاطه فيه. بصوا الكومودينو مصنوع من بصوا. ايه؟ من علبتين الكبريت اللي احنا عملنا لهم اعاده تدوير. هي شغلتهم على انهم طبعا بصوا حاطه فيهم التوك اهو. طبعا التوك اللي معاها. وبصوا العرايس هنا، كأن العرايس بتشرب عصير. بصوا بتحطوا التوك للعرايس وهم قاعدين اهو. شايفين العرايس؟ وطبعا الكاسات وطبعا الالعاب اهي. هي عماله تلعب، خدت الاجازه. كاني وضبط الحاجات دي عشان لما تيجي وتاخد الاجازه تقدر تقعد تلعب بيهم. بصوا هنا عامله ده ركن كده، كانها ركنه. انا عاملاها لها من الفل بتاع البطاريه بتاعت اللاب. كانت جايه في الفل ده، عملته على شوفوا شكل البيتزا. كنبه. هنا بتعمل لنا البيتزا. انتي بتقلبيها. اه. حاطه علب التونه عاملاها بوتاجاز. وبصوا بتقلب عشان هتغدينا بيتزا النهارده. هي الصبح عملت لنا فطيره البطاطس بالبيض كانها شكشوكه يعني، بس معموله من البطاطس المحمره. شوفوا طبعا ده العروسه نايمه يا كارما. في. بصوا كارما هنا بتغرف. انت بتغرفي الخضار اه. يعني استوى عشان العيال ودلوقتي ياكلوا. بتغرفيه. اه. طب غطي الحله لحسن حاجه تقع فيها. اني حلة. الحله اللي انت سايباها على البوتاجاز دي. دي. لا، اللي هناك اللي انت خدتي منها الاكل. دي. ايوه غطي الحله بقى، ايوه صح كده. لازم نغطي يلا. الحاجات. خلاص انت هتاكلي ولادك. بصوا بتاكل ولادها وهم واقفين طابور اهو، عشان تدي لكل واحد معلقه. شايفين؟ شايفين؟ ما تاكليش اللي هي قاعده بقى على القصريه دي، خليها بتعمل حمام بقى لها يومين. بصوا الحله الصغننه دي اهي. انا بحب الحاجات الصغننه دي بصراحه. بصوا اهي. بصوا شكلها جميل قوي. بصوا عملت من الكرمه جوه. فيها بصاره اهي، بس ما جاتش من نصيبها هي. بصوا كرومبا ودورة قاعدين اهو. وده اسمه ايه يا كارما؟ الولد ده اسمه ايه؟ اسمه عمر. ده عمرو. عمرو. بصوا شايفين عمرو هو قاعد كده بيتفرج على كارما. وهي طبعا شايفين السرير والمخدة. عايزه اوريكم المخدة. ورينا المخدة يا كارما. خد. هي بتلف على ولادها كلهم تاكلهم. بصوا. لا حنينه يا كارما، حنينه قوي. المهم بقى شايفين السرير عليه مفرش السرير شفت بالدانتيل. المراية؟ والمرايه كمان. ورينا، ايوه ورينا، استعرضي لنا الحاجات اللي عندك كده. وعندك طقم كاسات اهو. اهو. وفي حاجات تانية. بس انتي لو انا اديت بصوا صينيه من الصواني دي. العصير. بصوا كارما بتشرب العصير. شايفين؟ بتشرب العصير من على فكره يا كارما الكاسات دي ممكن تمليها ميه عادي وتشربي منها. عادي. لان انا مظبطاها. ايوه مظبطاها ما تخرش الميه. بصوا العروسه بقى نايمه على ورينا المخده بتاعت العروسه كده من نفس لون المفرش. اهو. اهي المخده واللحاف وبصوا الغطا. والغطا والبطانيه وكل الحاجات. بصوا شايفين؟ ده مفرش قطيفه كنت عاملاه لها للشتاء. وطبعا مفرش بصوا ستان المخدة بالمخده دي. بتاعته.
فين الخداديات؟ ده كان في خداديات كتير. انا عامله 2 للمفرش بامبا، وعامله 2. بصوا شكل شكل البتاع دي. الخداديه، شايفين وحاطه لها دانتيل من الاحراف، ولازقاها بمسدس الشمع عشان طبعا نجار لما بتيجي بتبهدل الدنيا. اقعدي بقى يا كارما ورينا يلا بتطبخي ايه. بعد ما تخلصي طبيخ بقى شغلي المقشه دي وكنسي، ورينا كده بتكنسي الارض ازاي بتاعت الشقه بتاعتك. هي عامله الجناح ده اوض النوم، وهنا جناح الاكل والمطبخ، وهنا جناح المشروبات. بصوا عامله مشروبات وحاطه شوك. طبعا الاجازه جت ما حدش يقدر يكلمها. عامله لها ركن بصراحه كده للعب بعيد عن الشقه كلها، ولسه هنقله لها كمان في البلكونه. انت عامله ايه ده يا كارما؟ دي كاس ده تشربي يشربوا فيه؟ منها. طب اسقي العرايس، انا حاساهم عطشانين شويه. اشرب. بصوا بتسقي العرايس بتاعتها. انت سميتيهم يا كارما ليهم اسم؟ دي مريم، ودي رغد، ودي شايفين رغد اللي عامله موزمبليه في شعرها؟ ودي زينة، ودي مريم وزينة. الله، ايه ده انت عامله اسامي بقى محدداها. طب ممكن اشوف الكاسات دي؟ الكاسات دي بصوا شايفين الكاس عامل ازاي؟ يعني هي اصلا لو مليتيه ميه يا كارما وتطبخي منه كده عادي هيبقى شغال ومش هيتاثر بحاجه. روحي بقى امليه ميه كده وهاتوهولنا كده ونشوفه. طبعا هي راحت تجيب لنا ميه عشان انا حبيت اوريكم. بصوا الفن بتاعها، حاطه الحله على البوتاجاز والمغرفه في قلب الحله، وبصوا الغطيان على البوتاجاز الصغير. بصوا ملت الكاس ميه، شايفين؟ ولا بيوقع ميه ولا اي حاجه. اهو حطيه بقى قدامك هنا في الصينيه. بصوا الاطفال بيبقوا مبتكرين بذاتهم من هم اطفال. فانا حبيت اقول لكم على فكره ان انت تعملي لهم الافكار دي وهم يتعاملوا، عشان لما تيجي تكبر وتفتح بيت تبقى عارفه ان اللمسه الجماليه وتروق. يعني بصوا انا حاسه كده ان هي وهي بترص الحاجه مروقاها مظبطاها. ماشي، انا لزقت لها الحاجات عشان ما يقعوش. اسمها ايه؟ اللي قاعده على القصريه. انت عايزه تقولي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها رغد. دي رغده. دي رغد ودي رغده. طيب ماشي. وبصوا شكل التقديم. يعني بصي يا كارما رصي كده وشيلي المعلقه من على الطبق، ولازم الاحراف بتاعت الطبق لو انت بتطبخي ولا حاجه ما يبقاش حرف الطبق متعاص ولا متنقط. لازم تمسحي حرف الطبق. يعني انت مثلا لو انت بتغرفي مثلا بطاطس رز اي حاجه، ما يبقاش الرز طالع بره القطار اللي جوه بتاع الطبق. اللي بيطلع بره ده لو نقطه صلصه برضو بتشوه منظر الطبق، لازم يتمسح بمنديل طبعا. اهو بصوا فكره يعني كانك بصوا كارما بتشرب ميه ساقعه بالكاس، لاني طبعا انا عامله الكاسات دي بطريقه اني ممكن تتعاملي بيها وولادك يصبوا فيها بيبس بدل ما يكسروا لنا الكوبايات الصغيره. لا هم يصبوا البيبس ويشربوا منها، وتبقى نظيفه دايما وتغسليها. بصوا عودتها على انها تبقى حنينه. بصوا الاكل اللي في ايديها كان معاها دلوقتي اللي هي الفول السوداني، لفت عليهم بسودانيه كلهم. هم صحيح ما كلوش ولا حاجه، بس ده بيعلمها العطاء. بصوا شايفين في عرايس بقى اللي هي الصغننه دي، شايفينها هي بتاكلهم برضو اهو. بصوا يعني كلها حاجات ما كلفتنيش اي حاجه خالص، كلها حاجات مهلكه في البيت بس قدرت. والازايز دي طبعا كلنا بنرميها. يعني انتي بصي تخيلي فرحتها وهي بتلعب وكانك عامله ركن. يعني اول ما مامتها بتقول لها يلا نمشي العياط بيشتغل كاني هنا الجنه، ومامتها هتاخدها كانها يعني زعلانه ومش عايزه تمشي، لان دي دنيا للطفل طبعا بيلعب فيها لنفسه بنفسه. وبتحسي معاها شنطه هي بتجيب فيها الخضار، اللي هي الكوبايه اللي احنا كنا عاملينها شايفينها حلوه قوي. طبعا انا عامله لها الجزء اللي تحت لونه حطت فيها الخضار، شنطه الخضار حطت فيها الخضار، حاطه التوكه بتاعتها، السرير جاهز ونظيف. بصوا كل الحاجات دي بتشوفي بنتك بعد ما تكبر هتبقى ايه، لانها لو نظمت لعبها وروقتها وظبطتها هي كده هتكون في بيتها مرتبه وجميله. ودلوقتي كارما بقى وهي بتشرب، شايفين؟ ايه رايك يا كارما؟ يلا ننهي الفيديو
ونقول لهم ايه؟ باي باي. باي باي، سلام عليكم. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء. باي باي. باي باي، سلام عليكم.